من النهاردة مش هتشتريه تاني ابدا، هنعمله في البيت ويبقى على سفرة رمضان جاهز جميل جدا. الى محبين العناب، هنعمل العناب على اصوله بطريقة بسيطة جدا، وكل الخطوات هنمشيها مع بعض خطوة خطوة. وكل سنة وانتم طيبين، فاضل ايام بسيطة جدا جدا ويهل علينا شهر الخير، اللهم اعوذ علينا بالخير يا رب، اللهم بلغنا رمضان. العناب، الناس اللي بتحب العناب خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف كل خطواته. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ويا ريت تشيروا الفيديو مع كل اصحابكم عشان يوصل اكبر عدد ممكن. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه على صفحتي على الفيسبوك. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف عملناه ازاي. جبت هنا التمر هندي، طبعا انتوا عارفين القوالب بتاعه التمر هندي، جبت كده نص قالب ماشي. حطيت عليه ميه سخنه بتغلي، وسبته كده من ساعتين لتلاتة، ما تستعجليش لحد ما وصل للمرحله دي. تاني حاجه الكركديه، جبت حوالي كوبايه من الكركديه برضو، حطيت على ميه سخنه بتغلي وسبته من ساعتين لتلاتة لحد ما اختمر معانا. هننزل كل التمر هندي كده بكل اللي فيه، وكمان الكركديه، يعني كوباية من التمر هندي على كوبايتين من الكركديه، الاتنين ما بيبقوش قد بعض يا جماعة. طبعا التمر هندي بيبقى مركز وطعمه تقيل عن الكركديه، فهعاير كوباية من التمر على كوبايتين من الكركديه. معلش قدر الله ما شاء فعل، وانا بصب الكركديه فوقع منه شوية، بتحصل كتير مع كل الناس. تمام، هحط كوباية سكر واحدة. ليه بقى؟ لان في ناس برضو بنراعي الناس اللي هي تعبانة زي اللي عندهم مرض السكر، اللي هم ما بيشربوش الحاجات المسكرة، فانت تستعملي الحاجات اللي قليل سكر خفيف، ولما بتحتاجي ساعة ما بتشربي بتسكري براحتك خالص وبتحليه زي ما انت عايزة. فحطيت كوباية سكر واحدة بس. تمام، ضربتهم في الخلاط كويس جدا، بقى عصير مركز زي ما انت شايفة كده، ده مركز. هنعمل ايه بقى؟ ساعة ما بتيجي تستعمليه بتخففيه بشوية مية وتلج لو لقيتيه السكر بتاعه خفيف عايزة تسكريه ممكن تحطله سكر، وممكن كمان الأسهل من السكر تحطله عسل أو شربات اللي هو التقيل بتاع الحلويات التقيل، ده بيدوب على طول عن السكر كمان. هعبيه في ازازه زي ما انتوا شايفين، وهعينه كده لرمضان، كل ما اجي احتاج اخد منه شويه ساعه الاستعمال، احط عليه شويه ميه او شويه تلج، احليه زي ما انا عايزه. حبيت السكر الخفيف بتاعه ماشي براحتك خالص. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه تجربه مع بعض. جبت هنا كوبايه حطيت فيها قطعه من التلج، هحطها نصها من العصير المركز بتاعنا اللي هو العناب. تمام، نصها اهو. النص التاني هزودها ميه بس كده. كده العناب بتاعنا جاهز ان انت تشربيه على طول. وانت بتشربيه لقيت سكره ضعيف وعايزه مسكر، بتحليه بقى زي ما قلت لك، يا عسل او شربات تقيل او سكر براحتك خالص. متنسوش بقى اللايك والاشتراك وتعليق حلو يشجعني استمر على فيديوهات. سلام عليكم.